معاكم عبد الله رخا. طبعا كلكم عارفين ان الشركات الكبيره زي سامسونج وهواوي وابل بيبدا يتسرب موبايلاتها الجديده من بدري قوي. يعني تقريبا الموبايلات اللي انا هتكلم عنها النهارده كلها لسه فاضل عليها شهور كتير، لكن دي بتبقى حمله ترويجيه علشان تخلي الناس تستنى الموبايل وان هم يبقوا متشوقين ان هم يعرفوا المميزات الجديده في الموبايل والتصميم الجديد وكده. والنهارده هيكون معانا مجموعه من التسريبات لثلاث شركات اللي هم ابل وهواوي وسامسونج. قبل ما ابدا في التسريبات فانا حابب اقول حاجه بسيطه، وهي عن شركه ون بلس. شركه ون بلس اعلنت عن ون بلس 3 تي، وده هيكون النسخه الافضل من ون بلس 3. طبعا زي ما شفنا ون بلس 3 حقق نجاح ممتاز جدا علشان مواصفاته كويسه وسعره كويس، لكن شفنا ان هو بيجي بمعالج سناب دراجون 820، وتقريبا كل فلاج شيب دلوقتي بقى عليهم 821. فون بلس قررت انها تنزل نسخه مطوره من الموبايل عليها المعالج سناب دراجون 821. الزيادات اللي هتكون في الون بلس 3 تي عن الون بلس 3 هتكون اول حاجه ان الكاميرا الخلفيه بقى فيها مستشعر جديد وهتديك اداء افضل. البطاريه هتكون زياده ب 400 ملي امبر، يعني هيبقوا 3400 ملي امبر بدل 3000 اللي كانت موجوده في الون بلس 3 العادي. والكاميرا الاماميه والاول مره من شركه ون بلس هتكون بدقه 16 ميجا بكسل. بصراحه متوقع ان الكاميرا الاماميه تكون ممتازه جدا جدا، لان انا استعملت الون بلس 1 والون بلس اكس 5 ميجا و8 ميجا وادائهم كان ممتاز جدا، فمتوقع اداء ممتاز من الكاميرا الاماميه والخلفيه بصراحه. زودوا برضو المعالج زي ما قلنا بقى سناب دراجون 821 مع 6 جيجا رام، والشاشه هتفضل 5.5 بوصه زي ما هي. وزودوا برضو ان بقى في نسختين، نسخه 64 جيجا ونسخه 128 جيجا، وهيبقى في لون جديد واللي هو اللون الاسود. فبس دي كانت كل حاجه بالنسبه لون بلس 3 تي علشان الناس المهتمه. ونبدا على طول بالتسريبات بالنسبه للثلاث اجهزه. اول جهاز معانا النهارده هيكون من شركه هواوي واللي هو بي 10. زي ما شفنا السنه اللي فاتت هواوي اعلنت عن البي 9 والبي 9 بلس والبي 9 لايت. الثلاث اجهزه حققوا مبيعات ممتازه جدا جدا، لانهم بصراحه حطوا لك موبايل في الفئه السعريه المتوسطه كويس جدا اللي هو البي 9 لايت. والبي 9 كان موبايل منافس جدا ومش هيأثر معاك في اي حاجه، والبي 9 بلس ده هيكون اداء ممتاز جدا وبينافس مع الاس 7 ايدج ومع ال جي في 20 والحاجات دي. فالمره دي متوقعين طبعا ان هي تنزل برضو 3 اجهزه بي 10 وبي 10 لايت وبي 10 بلس، لكن التسريبات اللي معانا النهارده هتكون عن البي 10 بس. اول حاجه حسب التسريبات فاحتمال كبير الموبايل يجي بكاميرا اماميه مزدوجه وكاميرا خلفيه مزدوجه من شركه لايكا برضو، لكن المره دي هتكون كاميرا بدقه 11 ميجا وكاميرا بدقه 7 ميجا حسب التسريبات. تاني حاجه هتكون الشاشه، وتقريبا الشاشه هتكون 5.5 انش او 5.2 انش، ودقة الاتنين حسب التسريبات هتكون كواد اتش دي. التسريبات برضو بتقول ان هيجي بمعالج كيرن 960 زي اللي شفناه في الميت 9، واحتمال برضو نشوف نسخة جديدة من شركة هواوي بتيجي بذاكرة تخزين 256 جيجا زي اللي شفناه في الميت 9 ديزاين بورش. وبس دي كانت اكتر التسريبات المؤكدة للبي 10 من شركة هواوي. ونيجي بقى لشركة ابل. اول حاجه بالنسبه لابل ففي حاجه بسيطه قبل ما نتكلم عن الايفون الجديد، وهي ان ابل رفعت صوره على حسابها بتشوق لنضاره ذكيه جديده زي الفي ار كده في الاندرويد، احتمال تنزل في 2018. نيجي بقى للايفون. اول حاجه بالنسبه للايفون الجديد فاحتمال كبير ما يكونش اسمه ايفون 8 او ايفون 8 بلس. في ناس بتقول ان احتمال يكون اسمه ايفون 10، لان ابل بتحتفل بالسنه العاشره ليها في السوق، فلسه برضه مش عارفين. واحتمال يكون اسمه ايفون 8 عادي زي ايفون 7 وايفون 7 بلس، كنا سمعنا عنهم برضه ان اسمهم هيكون مختلف وان هينزل نسخه برو ومش عارف ايه، لكن مفيش اي حاجه حصلت. بالنسبه للمواصفات بقى اللي اتسربت للموبايل، اول حاجه هي ان الموبايل احتمال يجي بشاشه بدون حواف، او مش بدون حواف، ممكن يقللوا الحواف بتاعه الموبايل، يعني يستغلوا حجم الشاشه من الحجم الكلي للموبايل بشكل احسن عن الايفون 7 والايفون 7 بلس. تاني حاجة هتكون بالنسبة للشاشة، فاحتمال كبير نشوف شاشة أكبر في النسخة البلس، هتكون بمقاس 5.7 انش أو 5.8 انش. وبما إننا هنشوف شاشة أكبر فأكيد هنشوف ريزولوشن أعلى، يعني احتمال كبير نشوف شاشة كواد اتش دي على النسخة البلس وشاشة فول اتش دي على النسخة العادية اللي هي الايفون 8 أو الايفون 10 أيا كان اسمه.
احتمال برضو في الايفون الجديد انه يجي بخاصية الشحن السريع وخاصية الشحن اللاسلكي. في ناس كتير بتقول ان الشركات المصنعة لابل بدأت تختبر الشحن السريع والشحن اللاسلكي على موبايلاتها، واحتمال كبير برضو نشوف حجم اكبر في البطاريات بالنسبة للنسخة البلس والنسخة العادية. تالت حاجة هتكون بالنسبة للكاميرا. لسه ما تسربش اي حاجة بالنسبة لمستشعر الكاميرا او دقتها، لكن اللي اتسرب ان الموبايل احتمال كبير يجي بدون بروز في الكاميرا، ودي هتكون خطوة كويسة جدا من شركة ابل، لان دي بتكون من احد العيوب الموجودة في الموبايل. سمعنا برضو تسريبات كتير ان هم احتمال يطوروا على البصمة وانها ممكن تكون في الشاشة من غير زرار الهوم، وسمعنا برضو ان الموبايل ممكن يجي بلون جديد وهو اللون الابيض اللامع. فبس دي كانت كل التسريبات المؤكدة او الشبه مؤكدة للايفون 8 او الايفون 10. ونيجي بقى لتالت موبايل معانا النهارده وهو من شركة سامسونج. اكيد كلكم عرفتوا عن حوار النوت 7، وده طبعا سبب خسائر كبيرة جدا لسامسونج. فسامسونج طبعا متوقعين منها ان هي تنزل ابداعات كتيرة جدا في الاس 8 علشان تعوض الخسائر اللي خسرتها في النوت 7 وترجع العملاء بتوعها. فخلينا نبدأ بالتسريبات على طول. اول حاجة بالنسبة للشاشة، فاحتمال كبير نشوف مقاسين زي الاس 7 والاس 7 ايدج، لكن الجديد بقى ان احنا احتمال نشوف شاشة اكبر بمقاس 6.2 انش علشان يعوضوا النوت 7 مثلا. وحسب التسريبات برضه فالشاشة احتمال كبير تيجي بدقة 2K. احتمال كبير برضه نشوف تطور على المعالج بتاع سامسونج وتنزل معالج مثلا سناب دراجون 822 او 21، وفي برضه تسريبات بتقول ان هينزل بمعالج سناب دراجون 830، لكن مفيش اي حاجة برضه مؤكدة. احتمال كبير برضه ان احنا نشوف الشاشة بدون حواف، او ان هم يستغلوا حجم الشاشة بشكل اكبر من حجم الموبايل الكلي. فاحتمال نشوف النسبة اللي بتاخدها الشاشة من حجم الموبايل الكلي بنسبة حوالي 90%، ودي طبعا هتكون حاجة ممتازة جدا زي اللي شفناها مثلا في الشاومي مي ميكس. من اكتر التسريبات اللي شفناها في السوشيال ميديا ان زرار الهوم احتمال يتلغى وتبقى البصمة في الشاشة من نفسها. في تسريبات برضو بتقول ان سامسونج احتمال تعمل نظام صوتي لنفسها زي شركة جوجل وزي شركة ابل. في تسريبات برضو بتقول ان سامسونج اشترت شركة صوتيات كبيرة اسمها هارمان وبيشتغل فيها حوالي 8000 مبرمج صوتيات. فده بيوحي ان احنا ممكن نشوف سماعات احسن من شركة سامسونج او سماعات افضل يعني في الاداء وكده. وطبعا بتمنى ان السماعات تكون قدام زي مثلا نكسس 6 بي، لان السماعات تحت بتبقى رخمة جدا في الاستخدام بصراحة. بالنسبة بقى للكاميرا فاحتمال كبير نشوفه بكاميرا خلفية مزدوجة، لكن انا شخصيا ما اظنش ان سامسونج ممكن تعمل كاميرا خلفية مزدوجة، مش عارف ليه، لكن دي تسريبات برضه. فبس دي كانت كل حاجة بالنسبة للتسريبات عن الثلاث موبايلات. بصراحة من رأيي اكتر موبايل مستنيه فيهم هيكون الاس 8. يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات انتوا كمان ايه اكتر موبايل مستنيينه في الثلاث موبايلات. وبس دي كانت نهاية حلقة تسريبات النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك، ده بيدعمنا جدا، واكيد تشترك في القناة عشان تشوف فيديوهاتنا اللي جاية. بشكر كل اللي شاف الفيديو للاخر. سلام.